حبايب قلب ماما جولة، انا لسه طالعه من تحت اهو. جبت حاجات كتير من بره. كنت نازله عشان اجيب حاجه واحده او حاجتين. كنت نازله اجيب طماطم ونازله اجيب ميه. جبت طماطم وميه وحاجات كتير قوي هنوريها لكم دلوقتي. هنقعد مع بعض كلنا نشوفها دلوقتي. هنشوف ماما جولة جابت ايه ودبست بابا فيكتور في ايه. كل ما انزل لازم اشتري. البيت بيحتاج حاجات كتير يا جماعه، رغم اننا مفيش غيرنا وجوزي بس البيت تحسي ان البيت بيحتاج حاجات كتير جدا جدا جدا، فلازم تجيبي كل حاجه. بتنزلي تجيبي حاجه واحده بس تلاقي نفسك جبتي 50 حاجه ورجعتي. 50 حاجه ورجعتي، عرفتي ازاي؟ وتدبسي زوجك بقى في حاجات ومحتاجات. انا جبت الحاجه، طلعتهم طبعا انا وجوزي من تحت بالعافيه. بقينا نطلعه حبه حبه لان انتوا عارفين السلم عندي ما اقدرش اطلعه. انا لازم اساعد جوزي يا جماعه، اطلع خطوه 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 خطوه. فلحد ما طلعنا الحاجه الحمد لله. دلوقتي ايه؟ هقوم اعرضها لكم قبل ما اقلع هدومي. هقوم اعرض لكم كل حاجه. هوريكم انا جبت ايه من بره. ولازم تحطوا اللايك وتدعموني عشان ادعمكم. في دعم حلو خالص خالص على رمضان باذن الله. اول رمضان باذن الله يكون عندي بس في دعم جميل هفرح الناس كلها بمناسبه رمضان. بس رجاء تخشوا تحطوا اللايك وتحطوا الكومنت الحلو وتكوني متواجده معايا، علشان ايه ما اقولك يعني تخشوا يا ماما عايزه دعم. طب انت فين من الدعم؟ انت فين؟ انت جيتي لي قبل كده، انا اعرفك قبل كده، دخلتي عندي قبل كده. ادخلي واثبتي وجودك علشان ادعمك. صدقوني هدعم على قدي. مش اقول لكم انا هدعم بس هدعم على قدي. بس زي ما بيقولوا اهالينا زمان، نوايا ايه تسند ايه؟ نوايا ايه؟ قولوا معايا. مين حافظ المثل ده؟ نوايا تسند الزير. يعني نحط نوايا كده بدل ما نسيب الزير يقع. تمام. وانت بقى كملي سند الزير بتاعك بمجهودك. حلوه يا جماعه. هنوريكم دلوقتي الحاجه اللي انا جبت بيها، بس لازم نقول المقدمه بتاعتنا بقى. اللي بحب كبده يحبك يا سمره. يلا بينا نقول المقدمه مع بعضينا. يلا بينا. وبحبك يا بيضة، بحبك يا سمرة، بحبك يا أبيض، بحبك يا أسمر. لو قلبي هنا بحبك، لو قلبي هنا بحبك، لو قلبي هنا برضه بحبك. النهارده قلت انزل بقى اجيب ايه. عايزه طماطم وعايزه ميه. تمام. فالطماطم والميه جابت الثلاث شنط دول. ايه رايكم؟ هي دي الطماطم والميه. طبعا ست البيت كل ما تنزل لازم تشتري. لازم تشتري، ما ترجعيش فاضيه. طيب جبت لنا يا ماما جورنال سلمى شيل الزونت ده. الدنيا ساقعه تلج برضو. رغم ان الدنيا ساقعه بس خرجنا برضو. طبعا انا نفسي اعمل محشي. فبما ان انا عندي هنا برطمان ورق عنب موجود من الاول، قلت اكمل بقى اجيب كوسه. جبت كوسه بس طبعا ما لقيتش كوسه من بتاعتنا. بصوا لقيت كوسه من النيل. الكوسه بتاعتهم الخايسه دي، بس هعملها برضو. بصوا اهي، هقسمها 2 واعملها اهي. جبت كوسه. وجبت ايه تاني يا ماما جوله؟ وجبت بصل. انا رايحه اجيب طماطم وميه بس، فيعني خروجي مع جوزي ده دمار. جبت بصل لان ما عنديش بصل اهوت. وجبت يا ستي من له انتي جبت خوخ. بصوا الخوخ بتاعنا عامل ازاي، ناشف طبعا. مش خوخ زي الخوخ بتاع مصر بقى، لا خوخ كده. مش عارفه ده امريكي ولا ايه تقريبا. جبت خوخ اهو. وجبت اناناس. انا بحب الاناناس بس ربنا يعيني بقى جوزي يقطعها بقى، انا ما اعرفش اقطعها. جبت واحده اناناس اهيت، بتبقى جميله. انا بحب الاناناس يا جماعه. مين بيحب الاناناس؟ مين ما يحبش فاطمه؟ او مش قادره اشيلها طبعا لانها تقيله على ايدي اهي. اهي جوزي قطعها لي بقى. ينوبوا فيها ثواب، يقعد يحارب معاها بقى. تعالي يا ماما جوله ورينا جبت ايه. ده انا دبست جوزي في حاجات كتير. جبت موز. طبعا انا ما باكلش الموز، انا جايبه عشان جوزي. جبت ايه تاني؟ جبت بابايز. اللي بحب البابايز بموت فيها، رطبه كده وتحس انها بارده كده بتنزل تبرد على الزور. انا بحب اكلها بصراحه البابايز دي اهي. جبت ايه تاني يا ماما جوله؟ جبت كيس عيش فينو عشان السندوتشات الصبح اهو. في يطلع 20 رغيف او اكتر من 20 رغيف اهو. ده ب$5 يا جماعه اهو. وانا عندي عيش مدور اللي هو بتاع الاكل العادي. لقيت بقى ايه؟ عارفين الكرات المصري؟ لقيت دي اهي. دي ب$4 يا جماعه. 3 وحدات ب$4 اهم. شايفين؟ فجبت. انا بحب الحاجات دي بصراحه اهو. ده كرات مصري.
جبت فلفل، جبت 2 فلفل، الواحد بدولار، فلفل اللي هو الرومي ده. وجبت يا ستي ملهوقنتي فلفل تاني اهو عشان الحراق، فلفل رومي وفلفل حراق اهم، جبتهم الاثنين اهو. هقوم اشيلهم دلوقتي. وجبت ايه تاني يا ماما جوله؟ طماطم. طبعا الطماطم دي امريكي مش طماطم اللي هي البلدي بتاعتنا، غاليه شويه، الباوند ب 2 دولار. جبت 3 وحدات اهو، استنى ما اوريهم لكم، بس هي طعمها حلو بصراحه. ملحمه كده غير الطماطم الصغيره اللي كنت بجيبها اهي، حلوه يعني مش وحشه اهي. طماطم. تعالي يا ماما ورينا كده بالحاوي ده كمان، في ايه ده؟ في حاجات كتير قوي. جبت كزبره عشان المحشي. جبت مايونيز، مايونيز كرافت يا ولاد، انا بحب المايونيز الكرافت، ما بحبش المايونيز العادي اهو. برطمان مايونيز اهو، هقوم احطه في الثلاجه. وجبت خس، 3 خصيات دول يا ولاد ب4 دولار. 3 خصيات دول متقشرين دول ب4 دولار اهم، 4 دولار. شفتوا بقى؟ بس لازم الواحد يجيب الحاجات دي، مش معقول مش هنجيبها يعني. جبت موزاريلا ستيكس اللي هي المحشيه الموزاريلا، صوابع كده مقرمشه محشيه جبنه موزاريلا من جوه، دي احطها في التلاجة، انا بحبها دي. جبت بسله برضه احطها في الفريزر اهي، كيس بسله اهو. انا بحب البسله ده، يتعمل على طاقتين بالنسبه لي انا وجوزي، لان ده يطلع كيلو وزياده. جبت مستردة يا جماعه اهي، جبت واحده صغننه، ما رضيتش اجيب واحده كبيره، جبت واحده مستردة صغيره على قدي اها، يلو مستردة بيضه معقوله اهي. جبت واحده مستردة برضه عايزه تتحط في الثلاجه. جبت ايه كمان يا ماما جبت ليمون، لقيت الليمون ال4 بدولار، جبت 8 اهم، 8 ليمونات اهم. جبت ايه 8 انا عندي ليمون بس بحب الليمون يبقى موجود في الثلاجه. جبت اللي هو اللي اسمه بتاع اللي انا بحبه ده، اللي اسمه بلاك بيري يا بابا اهو، بص اللي هو التوت البري ده يا ولاد اهو بصوا. جبت باكو علبه عشان انا بحبها بصراحه. جبت ايه كمان من مزوله؟ انا كنت خارجه بقى الصبح مخصوص عشان اجيب ايه، اجيب حاجه نعمل فيها الوصفات، لان ما عنديش بصراحه يعني، هكذب عليكم واقول لكم جبت دي عشان نعمل فيها الوصفات بتاعتنا، ننزل بسلسله وصفات جميله. وجبت دي كمان اهي، الواحده بدولار يا جماعه، سلطانيه بغطاء اهي، نعمل فيها الوصفات حتى عشان تشوفوها ايه وانا بعملها. هعمل لكم سلسله وصفات نازله ورا بعضيها، عايزاكم تتابعوني بقى وتشوفوا الوصفات. انا جايبه لكم شويه وصفات يجننوا، وصفات 100 اكيد لها مفعول 10 على 10. اللي مش هتشوف الوصفات يبقى فاتها نص عمرها يا ولاد، اللي مش هتشوف الوصفات فاتها نص عمرها، تمام كده اهو. دلوقتي بقى هنقوم نشيل الحاجات اللي احنا جايبينها ديت نحطها في الفريزر، واشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله، واشوفكم في البث اللي جاي باذن الله. على اول رمضان كده عندي دعم رهيب، فتجمعوا كلكم، مفيش واحده تيجي في اول رمضان لما افتح البث بتاع الدعم وتيجي تقولي ادعميني يا ماما، ما انتش عندي من الاول يبقى مالكيش دعم. بس يلا ها، باي باي.